السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد في يوم من الأيام شفت مشهد في فيلم أو مسلسل أو وثائقي لواحد من الإسكيمو لابس فرو وهدوم تقيلة وواقف قدام كوخ مبني بالكامل من التلج. ومن الأسئلة اللي بتدور في ذهن أغلب الناس لما بيشوفوا المشهد ده هو إزاي حد هيعيش جوه بيت من التلج؟ الجو في المناطق القطبية بيكون بارد والتلج هو كمان بارد. نقوم نبني بيت من التلج عشان ندخل نتدفى جواه؟ الموضوع في الأول يبان مش منطقي تماما، لكن خليني أقولك إن الموضوع منطقي وعادي جدا، والبيوت دي مش أفلام كرتون ولا حاجة. بيوت التلج أو الإيجلوز هي بيوت موجودة بالفعل، وبيبنيها الإسكيمو وسكان المناطق القطبية لحد النهاردة. أهلا بيكم، أنا عمرو عابدين، والحلقة دي من أسئلة نص الليل هنجاوب على سؤال: إزاي كوخ التلج بيبقى دافي من جوه وهو أصلا مصنوع من التلج؟ وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. المنطقة القطبية الشمالية هي واحدة من أكتر البيئات المتطرفة على سطح الأرض، ابتداء من سواحل أمريكا الشمالية ولحد شمال شرق سيبيريا. لكن بالرغم من كده وبالرغم من البرودة الشديدة اللي في المكان والظروف المناخية القاسية، إلا إن في شعب مكافح قدر يعيش ويصمد في المكان ده لآلاف السنين، والشعب ده هو شعب الإسكيمو. الإسكيمو اللي بيسكنوا المناطق القطبية الشمالية منسجمين تماما مع نمط الحياة هناك، وما بيحبوش يفرقوا المكان اللي هم عايشين فيه على الإطلاق، وده بالرغم من عدم وجود مدن أو مرافق أو حتى أي معلم من معالم التمدن والعمران. كل اللي موجود قدام شعب الإسكيمو ثلوج ونمط حياة قاسي للغاية. وفي البداية خلينا نقول حاجة هامشية كده: شعب الإسكيمو مش بيحبوا الكلمة دي، يعني لو انت قلت لهم كده هيزعلوا منك ويتضايقوا جدا. كلمة إسكيمو مشتقة من مصطلح بيطلق على الأشخاص الغريبة واللي بيتحدثوا بلغة مختلفة، بالإضافة كمان إنها بتطلق على الأشخاص اللي بياكلوا اللحوم النيئة، وبيفضلوا إن الناس تناديهم باسم إنويت بدل إسكيمو، لأن إنويت في لغتهم معناها الناس، فإسكيمو دي خليها بينا وبين بعضينا كده للاستدلال عليهم مش أكتر. شعب الإنويت أو الإسكيمو عايشين في مناطق جليدية درجة الحرارة فيها بتوصل في الشتاء ل50 درجة مئوية تحت الصفر، وأي شخص عايش في جو ساقع زي ده لازم يدور على مأوى وبيت آمن يعيش جواه، سواء بقى البيت ده مبني من الطوب أو المعادن أو حتى مبني من الأخشاب. لكن لسوء الحظ المنطقة القطبية الشمالية مش متوفر فيها أي حاجة من الحاجات دي إطلاقا، وحتى الأشجار والغابات اللي في المكان تكاد تكون معدومة. وعلشان كده سكان المكان ده اتعلموا يبنوا البيوت بتاعتهم بالحاجة الوحيدة المتاحة قدامهم، ألا وهي الثلج. سكان الإسكيمو من آلاف السنين لجأوا لتشييد أكواخ جليدية بتشبه القبة، والبيوت دي معروفة باسم الإيجلو. والسؤال هنا بقى: إزاي البيوت الجليدية دي بتدفيهم؟ الحقيقة فيزيائيا التلج ممكن يدفيك عادي جدا ويحافظ على حرارة جسمك كمان. وعلشان نفهم المعضلة الغريبة دي خليني أحكي لك قصة عن حيوان اسمه القضاعة البحرية أو السي أوتر. القضاعة ده حيوان بيتغذى على الأسماك والمخلوقات البحرية، وعلشان كده مضطر إنه يعيش في المياه الباردة، لكن في نفس الوقت مفيش على جسمه جلد سميك ولا أنسجة دهنية سميكة تحميه من البرد. فبيعمل إيه علشان يتدفى؟ بيستخدم حاجة غريبة جدا، ألا وهي جزيئات الهواء. فرو القضاعة كثيف وملمسه ناعم جدا، والسر في التدفئة عنده بيرجع لتركيب نسيج الفرو بتاعه من الداخل. ففرو القضاعة مدبب بشكل دقيق لدرجة إنه بيقدر يحبس جزيئات الهواء جواه، وفي الوقت نفسه الهواء يعتبر عازل حراري ممتاز، وعلشان كده الحرارة اللي جوه جسم القضاعة ما بتخرجش براه بسهولة، وده لأن الهواء اللي محبوس على الفرو بتاعه من الخارج بيمنع تسرب الحرارة دي من جسمه، وبسبب الموضوع ده بيتعرض لدرجات حرارة منخفضة عادي جدا وما بيبقاش بردان. فسبحان الله. طب برضو أنا دلوقتي مش فاهم إيه اللي أنت عايز تقوله وإيه دخل القضاعة ده بالموضوع؟ ببساطة كده اللي عايزين نقوله إن الهواء عازل جيد للحرارة، وهو ده مربط الفرس. لو لقينا نوع من التلج بيحتوي جواه على نسبة مناسبة من الهواء فده هيكون شيء مناسب لعملية البناء. وهنا بقى إحنا جينا في ملعب الإسكيمو. التلج ده لعبتهم وعندهم خبرة كبيرة جدا بنوعه وصفاته. يعني مثلا لو أنا سألتك وقلت لك تعرف كام نوع من أنواع التلج، هتقول لي إيه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ما هو تلج وخلاص، هو التلج فيه انواع؟ هقول لك فيه انواع. الاسكيمو عندهم في لغتهم عدد ضخم من الكلمات والمصطلحات المختلفة اللي بتعبر عن التلج، بيقدروا يوصفوه بعشرات الالفاظ المختلفة اللي تمت صياغتها بشكل بليغ لوصف نوعه وحالته الحالية،
وده ببساطة لأنه أكتر حاجة موجودة حواليهم وأكتر حاجة بيفهموا فيها. وفي نوع بقى من أنواع التلج بيسموه التلج الصلب المغبر، والتلج ده بقى يا سيدي بيكون عبارة عن 10% تقريبا مية مجمدة و90% هواء، وبيكون على هيئة طبقات على سطح الأرض في المناطق الجليدية. النوع ده من التلج بيكون مناسب جدا لعملية البناء، أولا لأنه صلب ويقدر يستحمل، وثانيا لأنه بيحتوي على نسبة كبيرة من الهواء. وبما ان الهواء عازل ممتاز زي ما قلنا من شوية، فالنوع ده من التلج بيكون مناسب في عزل البناء من الداخل. علشان كده كوخ الإسكيمو أو الإيجلو بيحافظ على درجة الحرارة جواه وما بيسمحش إنها تتسرب للخارج من خلال الجدران، زي الترمس الحراري بالظبط. وهو ده أصلا المطلوب في عملية التدفئة، إن الحرارة اللي جسمنا بيشعها أو الحرارة الموجودة حوالينا في البيت ما تتسربش للخارج. من الجدير بالذكر بقى إن قاع الإيجلو ما بيكونش سطح مستوي، ولكن المساحة من الداخل بتكون محفورة وعبارة عن عدة مستويات. مدخل البيت بيكون منخفض جدا، وبعد كده بيبقى فيه مستوى تاني أعلى شوية بيتم فيه إشعال النار أو القيام بالمهام اللي زي الطبخ وغيره، وأخيرا المستوى الأخير وده بيكون المكان العلوي اللي بيناموا فيه. والحقيقة النظام المتدرج ده مش جاي من فراغ ولا حاجة، لكنه مقصود وليه دور مهم كمان. الهواء السخن بطبيعته بيرتفع لأعلى لأنه خفيف، والهواء البارد بطبيعته بيهبط ويستقر في الأسفل. وعلشان كده أي حرارة موجودة في المكان، سواء ناتجة عن النار اللي بيتم إشعالها في الداخل أو حتى الحرارة اللي بتشع من أجسام الساكنين، كلها بلا استثناء بتطلع لفوق وبتحوم حوالين الأشخاص الموجودين في المنطقة العلوية. وفي نفس الوقت جدران الكوخ عازلة للحرارة، فبالتالي كل الحاجات دي مجتمعة بتخلي الجو دافي داخل الكوخ، ودرجة الحرارة من جوه بتوصل ل10 درجات أو حتى 15 درجة مئوية. ولو حاسس إن درجة الحرارة ما زالت برد جدا، فخليني أقولك إن الجو بره دلوقتي درجة الحرارة فيه 50 درجة مئوية تحت الصفر، يعني إحنا كده عال العال. والفرد المتمرس من الإسكيمو يقدر يبني كوخ صغير لوحده في حوالي 3 ساعات فقط. أما الأكواخ الكبيرة اللي بتتسع لأفراد كتير زي عيلة كاملة مثلا، بناء الكوخ بتاعهم ممكن يستغرق يومين أو أكتر. والغريب بقى إنه مع التقدم الجذري اللي حصل في طرق البناء وحتى مع نظم العمارة الحديثة، محدش اكتشف طريقة لبناء الإيجلو أفضل من الطريقة اللي بيستعملها أفراد الإسكيمو بالفعل. الطريقة الحلزونية والهيكل الخارجي اللي على شكل قبة هو بناء مستقر جدا وما فيهوش أي حواف أو مساحات مهدرة. واللي عنده خبرة في المجال الهندسي هيعرف إن المبنى اللي على الشكل ده بيوزع جميع الأحمال والقوى الرأسية الواقعة عليه وبيحولها لقوى أفقية بتتفرغ داخل الأرض، علشان المبنى يكون مستقر ومقاوم للرياح والعواصف القوية. وبكده نبقى جاوبنا النهاردة على سؤال إزاي كوخ التلج بيبقى دافي من جوه وهو أصلا مصنوع من التلج. واللي أول مرة يدخل القناة دي بنجاوب فيها على الأسئلة اللي ممكن تخطر على بالك وانت ممدد على السرير في نص الليل ومش جاي لك نوم. وكالعادة لو في سؤال بيجيلك في نص الليل ومحيرك، اكتبه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوبك عليه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول. واشوفكم الحلقة الجاية. حاجة أخيرة، لو حابين تتعرفوا أكتر على الدول والمدن والمعالم الأثرية والمزارات السياحية، في قناتنا الجديدة الرحالة هناخدكم في رحلة كل أسبوع لمكان جديد. هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس، واللي اشترك يكتب في تعليق تحت الفيديو إنه بقى رحال جديد. سلام.